في المغرب بيمثل لي سعادة كبيرة وبيمثل لي شرف كبير. أنا بحب المغرب وكل مرة باجي على المغرب بتبسط الحقيقة، وبتبسط من جمال وكرم وحسن ضيافة الشعب المغربي. وطبعا التكريم بالنسبة لي في المغرب أمر بقى يعني شرفت بيه جدا 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 جدا. وحقيقي بشكر مهرجان الدولي المغربي للفيلم و... وأتمنى لهم يا رب المزيد والمزيد من التوفيق، وأتمنى أن أفضل دايما عند حسن ظن الجمهور المغربي. والله أنا رأيي في السينما المغربية من خلال اللي بشوفه في المهرجانات المغربية لما بحضر، إنه ما شاء الله ما شاء الله، في تقدم في السينما المغربية، وفي تقدم في عدد دور العرض اللي موجود، وفي اهتمام أعتقد من قبل المملكة بصناعة السينما. والحقيقة إنه المغرب ما شاء الله مليئة بالمهرجانات السينمائية يعني، ومهتمة ومحتضنة للأفلام الغير مغربية كمان. فالحقيقة ده أمر مشرف جدا جدا، واتمنى لهم يا رب المزيد والمزيد من الأعمال السينمائية. دور العرض يعني، انا بس ده اعتقد السنه دي من سنه بداوا يبقى في دور عرض اكبر، او يهتموا بدور العرض بشكل اكبر. يعني انا لما جيت هنا من سنتين لقيت انه في افلام كتير وفي مهرجانات كتير لتقييم الافلام، بس ما فيش دور عرض كافي يستوعب هذا الكم. فاعتقد انه محتاجين دور عرض اكبر، ومحتاجين شويه يخرجوا بره نطاق يعني يبقى فيه اهتمام بخروج الفيلم المغربي بره نطاق الاراضي المغربيه. لأ، مش نقص، هو مش نقص، هو يعني فكرة تسويق للفيلم المغربي برّه نطاق المملكة المغربية. أنا يعني بامثّل من وأنا صغيرة، من وأنا عندي 4 سنين أو 5 سنين، و وطِب الأسنان دراستي، فاتعوّدت من وأنا طفلة إن أنا يعني باروح المدرسة وباصوّر في نفس الوقت. فكان بالنسبة لي الأمر ما فيهوش عبء شوية يعني، لإني اتعوّدت على شكل الحياة بالطريقة دي. وهُم في النهاية هُم ليهم علاقة ببعض، يعني طِب الأسنان فيه جزء فني، يعني في جزء ليه علاقة بالتجميل، ده جزء فني. فبس. كتير كتير كتير، أستاذة فاتن حمامة، أستاذة عبلة كامل، أستاذة سميحة أيوب، لا كتير كتير يعني، أستاذ أحمد زكي يعني. لا بصراحة ناس كتير جدا جدا. لفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فكرة حب الناس دي أصلا حاجة يعني، دي هدية عطية من ربنا سبحانه وتعالى. فلما بتجيلك كمان خارج حدود بلدك، أو خارج إطار أرضك يعني، أو خارج الشعب بتاعك، أو اللي انت بتنتمي له، يعني دي حاجة بتبقى شرف كبير وسعادة بالغة بالغة يعني. أكيد أكيد أي حد كفنان يتمنى يوصل لكل الناس، ويتمنى إن كل الناس تبقى حريصة على إنها تشوف أعماله يعني. والله يعني إنه ربنا يديم ستره ويديم الصحة ويديم علينا حبايبنا. كل واحد طبعا عنده حبايبه اللي بيتمنى إن هم يفضلوا حواليه، والستر والصحة والله، وإنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يستخدمنا بشكل كويس، إن احنا نعرف نقدم فن بعد ما الواحد يمشي يبقى عايش وموجود ويأثر في الناس بشكل كويس. لا أنا مش شايفاه صح. يعني أنا ما عنديش مشكلة إنه هو كده كده الفن بيستقطب أي حد، ما بيفرقش معاه أنت بتشتغل إيه أو جاي من أي خلفية أو دارس إيه. الفن للموهوب. لكن لو أنت مش موهوب، أو أنت مش عارف أنت داخل تعمل إيه، هي مش فكرة مؤثر أو غير مؤثر، هي مش دي الأزمة خالص. الأزمة إنه في حد بيبقى عنده حاجة، عنده موهبة، وفي حد لأ. لو أنت ما عندكش أيا ما تكون خلفيتك إيه، يعني أنا شايفة إنه يعني مش صح وجوده. وخلي بالك، هو انا ضد الهجوم كمان على اي حد، لانه الفن فيه حاجه مميزه جدا، ان هو بيلفظ اي حد مش مش كواليفايد كفايه ان هو يكون موجود يعني.
هو ما هو اللي ما عندوش حاجة من جواه وبيبقى داخل علشان شهرة أو عايز يبقى مشهور، هياخد فترة وهيجي اللي بعده. يعني هو الفن زي ما بقول لحضرتك كده بيلفظ الشخص اللي مش عاشق ليه يعني. مبسوطة جدًا، وأنا كنت حريصة إن أنا ألبسه بصراحة، لإنه أنا باحب الزي المغربي، عمري ما لبسته قبل كده، وجات لي stylist مشكورة يعني قاست لي كذا حاجة ولقيتها جميلة جدًا عليَّ، تخوّفت شوية من الفكرة في الأول لإنه أنتِ طالعة على stage وكده، فخُفت، بس لأ كلّهم شجعوني يعني، وأنا كنت حابة أعمل ده بصراحة يعني. حبيبتي، حبيبتي أنتِ الأجمل والأحسن، يعني أنا بصراحة كنت حابة الlook جدًا، وكنت حاسة بتغيير، يعني عارفة أنتِ بتلبسي حاجة غير اللي أنتِ متعودة عليها يعني. المطبخ المغربي رائع رائع، يعني أنا اتخنت. حبيت ال بس بس بستيلة البستيلة، وحبيت الشاي بتاعكم، وحبيت الدجاج اللي فيه صوص كده، لا في دجاج بالزيتون وفيه صوص كده مش عارفة اسمه ايه، قالوا لي دجاج تغميرة. اه لا عندكم حاجات كتير بصراحة رائعة. على راسي طبعًا، على راسي، ويا رب يا رب أفضل دايمًا عند حُسن ظنهم، ويا رب يفضلوا يتابعونا أنا أو غيري من المصريين، ونفضل دايمًا موجودين في البيوت المغربية، ويفضل في تبادل كده حُب من غير ما يبقى في يعني تلاقي يعني بالدراما وبالفن.